بتعمل دايت وتلعب رياضة ولسه وزنك ثابت؟ انت ممكن تكون بتخسر عضلات مش دهون. لما تقلل السعرات فجأة جدا الجسم بيعتبر ده تهديد، فبيرفع الكورتيزول ويقلل معدل الحرق ويدخل في وضع حماية. ده اسمه ميتابوليك ادابتيشن أو التكيف الأيضي. مثلا شخص احتياجه 2000 سعر حراري قرر ياكل 1000 بس. اول اسبوعين بينزل 2-3 كيلو، جزء كبير منهم ماء وجلايكوجين وعضل. بعدها الجسم يقلل الحرق ل 1600 او اقل، فحتى لو كمل على 1000 النزول بيكون بطيء جدا. كمان الميه القليله ترفع الكورتيزول وتقلل الحرق. شرب 500 مللي ميه يرفع معدل الحرق مؤقتا بنسبه 24 ل 30% لمده ساعه. كمان السكريات والاكل المتكرر بيعلي افراز الانسولين، وطالما الانسولين عالي الجسم مش هيحرق دهون بكفاءة. الحل عجز سعرات معتدل 300 ل 500 فقط، بروتين كافي 1.6 ل 2.2 جرام لكل كيلو جرام وزن، تمارين مقاومة 3 مرات أسبوعيا، 2 ل 3 لتر مية يوميا، ونوم جيد لتقليل الكورتيزول. مش كل نزول وزن اسمه تخسيس، أحيانا انت بس بتصغر محرك الحرق بتاعك. لو عجبك المحتوى اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. صحي وكيوت، معلومة صحية بس كيوت.